السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ قبل ما نبدأ الكلام هنبدأ بالصلاة على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. كبدة فراخ، كبدة فراخ عملناها بطريقة حلوة جديدة جميلة جدا هتعجبكم. عملناها بالفيجيتار أو بالبقسماط زي ما تحبوا، واديناها تتبيلة حلوة جدا، وعملناها كمان بالرد على الجريل. كانت تحفة جدا وتغيير عن العادي عن المعتاد، وعجبت كل الأفراد. يعني معايا ايه دلوقتي؟ يلا بينا نسمي الله وندخل الفيديو ونشوف احنا عملنا الحاجة الحلوة دي ازاي. معايا كبدة فراخ، يا ريت تكون ذبح اليوم، او بصراحة الفراخ دي من فراخي انا. الكبد دي من كبد الفراخ بتاعتنا احنا، يعني ما اشتريتهاش، بس لازم تكون كبد فقط مش قوانص. طبعا روح الكبدة اللي هي الليمون. حطي بقى ليمون على قد ما تقدري، محبب الليمون عن الخل كمان، والخل كمان هيشيل الزفارة ويشيل اي حاجة مش كويسة. معايا ملح وفلفل اسود وكبابة صيني وورق لوري وحبهان وكمون، مع طبعا عصرة الليمون وتوم مفروم، حوالي معلقة من التوم المفروم، وكمان بصلة مبشورة ناعم جدا جدا جدا، علشان خاطر الحاجات دي هتدي نكهة حلوة جدا. ومعايا فلفل أخضر مقطعاه كده صغير، ممكن انت تفرميه، وكمان البصلة مبشورة. كل الحاجات دي طبعا كفيلة جدا جدا ان هي تشيل اي ريحة مش كويسة. لغاية ما وصلنا للمرحلة دي ممكن ان انت تحمريها عادي في سمنة او زيت، وتبقى معاكي عادي جدا زي ما بتاكليها وبتعمليها لاولادك على طول. تمام، هقلبها كويس كده زي ما حضراتكم شايفين معايا. وهسيبها في التتبيلة حوالي ساعة أو ساعة ونص أو ساعتين. كل ما تقعد في التتبيلة هتبقى حاجة حلوة جدا ومش هتحسي بأي ريحة. وهعمل عليها بيضة واحدة. بصراحة أنا جيت أفتح الليمونة دي أفكرها ليمونة، طلعت طماطماية، فهستبعدها وهحط خل، لأن ما كانش عندي بصراحة غيرها، هستبدلها بخل يعني. بس انتي محبب جدا ليكي الليمون ان انت تحطيه، هيدي طعمه حلو ونكهة حلوة جدا 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 كمان. هحط معاها بيضة. ه... هعملها معاملة الكبدة البانيه. هعملها معاملة الكبدة البانيه، هحط بيضة واحدة بس، بحيث ان هي تخلي الكفر يمسك عليها. حابة ان انت تستبعديها براحتك خالص. وده بقسماط عادي جدا بيبقى في كل الاسواق. الطريقة دي جديدة. هتحطيها بقى تعملي معاها طبق طحينة، تعملي معاها مكرونة سباجيتي او مكرونة عادية براحتك خالص، تاكليها كده في سندوتشات مع عيش. حاجة حلوة وجديدة يعني، او مش جديدة يعني. مش هقول ان انتوا مش هتحبوا الكبدة بالبصل، لكن تاني، لكن مجرد ان احنا بنغير في الاكلات، لان احنا ممكن اولادنا بيزهقوا مش اكتر. هو بصراحة أنا عندي أولادي ما بياكلوش الكبد ولا القوانص ولا الأجنحة ولا الحاجات اللي هي زي كده، بس حبيت أعمل أكلات موفرة ليكم انتوا وهناكلها برضو يعني. طيب. دلوقتي أنا هتبلها في البقسماط وهحمرها في زيت سخن غزير. تمام، هاخدها كده زي ما حضراتكم كده شايفين. هعمل لها كفر بس ومش هدوس عليها، يعني هسيبها زي ما هي كده. حابة ان انتي تحطيها مع دقيق وشوية دقيق كده وتتبليها وخلاص، براحتك خالص. انا بديكي فكرة، وانتي حسب الحاجة اللي تريحك خدي مني افكار وبدلي وشكلي حسب امكانياتك انتي في بيتك. تمام. هرص بقى الكمية كلها كده زي ما حضراتكم شايفين. نص نص الكمية هحطه على جريل، والنص التاني هحمره زي ما هو كده، زي ما حضراتكم شايفين كده. عايزة تعمليها بالردة براحتك خالص، حابة تنوعي وتشكلي براحتك خالص. يعني انا بديكي فكرة، وانتي ممكن تبدلي بقى افكار. احنا طبعا في المطبخ الاكلات ما فيهاش سيستم معين يعني. الاكلات معانا
بننوع ونغير وبنبدل وبنبتكر حسب ما احنا بنحب وأولادنا بيحبوا. طيب كده خلاص، افتكروني بدعوة حلوة، وإذا عجبتكم طبعا وصفاتي هتضغطوا لي لايك وشير وتفعيل الجرس، ويا رب تكون فكرة النهاردة وصلتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.